النهاردة هنوضح الفرق ده ببساطة، وهنشوف إزاي ممكن بتركيز بسيط الكلام يبان دقيق ومحترف أكتر. طيب خلونا ندخل في الموضوع على طول. نبص كده على الجملتين دول. لأول وهلة ممكن يتهيأ لنا إنهم صح وممكن نكون بنستخدمهم أصلاً، لكن في الحقيقة الجملتين فيهم غلطة شائعة، والسر كله في الفرق بين كلمتين معناهم بالعربي واحد تقريباً، وهو يسمع. هنبدأ بالكلمة الأولى hear. الكلمة دي بتوصف السمع اللي بيحصل غصب عننا، يعني الجانب التلقائي اللي من غير قصد في حاسة السمع. يعني إيه الكلام ده؟ كلمة hear هي مجرد عملية استقبال الأذن للصوت من غير أي نية أو مجهود. ببساطة كده الأصوات اللي حوالينا بتوصل لودنا وخلاص، سواء كنا عايزين نسمعها أو لأ. دي حاجة بتحصل لنا، مش حاجة بنختار نعملها، مجرد وظيفة طبيعية في الجسم. والأمثلة دي هتوضح الفكرة أكتر. لما نقول I hear a noise outside، ده معناه إن في صوت أو دوشة بره وصلت للسمع فجأة كده من غير أي قصد. ونفس الكلام لما حد يسأل في التليفون Can you hear me؟ السؤال هنا بسيط جدا، هل موجات الصوت واصلة للأذن ولا لأ؟ مش مطلوب أي تركيز، هو مجرد استقبال للصوت. يبقى الخلاصة هنا إيه؟ إن الهيرنج عملية طبيعية وتلقائية تماماً، مش محتاجة مننا أي قرار أو أي تركيز. تمام قوي. دلوقتي بقى خلونا ننتقل للنص التاني من المعادلة، والكلمة المقابلة لهير وهي listen، ودي بقى بتمثل الجانب الإرادي اللي فيه تركيز من السمع. هنا الوضع مختلف تماماً. كلمة listen هي الفعل اللي بنستخدمه لما نقرر نوجه انتباهنا لصوت معين. هنا في اختيار، في قصد، وفي مجهود ذهني بنعمله عشان نفهم أو نستمتع باللي بنسمعه. خلونا نشوف الأمثلة دي. في جملة زي I'm listening to music، الشخص هنا مشغل المزيكا وقاصد يسمعها ويستمتع بيها. وفي listen to me carefully، ده طلب صريح بالتركيز الكامل والانتباه. كلها أفعال مقصودة، مش مجرد استقبال تلقائي للصوت. ودي بقى نقطة مهمة جداً في الجرامر، ونقدر نعتبرها القاعدة الذهبية. كلمة listen دايماً تقريباً بيجي بعدها حرف الجر to، يعني بنقول listen to music أو listen to me، على عكس hear اللي مش محتاجة أي حاجة بعدها. ودي علامة سهلة أوي تساعدنا نفرق بينهم في ثواني. طيب عشان المعلومة تثبت أكتر وأكتر، تعالوا نعمل مقارنة سريعة ومباشرة بين الاستخدام الصح والغلط للكلمتين جنب بعض. الجدول ده بيلخص كل حاجة. ينفع نقول I hear music لو المزيكا شغالة في الخلفية كده بشكل عابر، لكن لو بنستمتع بيها بتركيز يبقى لازم نقول I listen to music. وشوفوا المثال التاني ده، لما صوت مفاجئ يحصل الصح هو إننا نسأل Did you hear that sound؟ لأن السمع هنا كان غير مقصود. جملة Did you listen that sound دي غلط تماما. طيب عشان الموضوع يثبت في دماغنا وما يتنسيش، خلينا ناخد سيناريو بسيط من حياتنا اليومية هيوضح الفرق ده بشكل عملي وممتاز. تخيلوا معايا المشهد ده، التلفزيون شغال في الأوضة والشخص قاعد ماسك الموبايل ومركز فيه. في اللحظة دي هو ودنه جايبة صوت التلفزيون كخلفية صوتية، لكنه مش منتبه للي بيتقال. هنا هو بيعمل إيه؟ بيعمل هيرنج. فجأة قرر يسيب الموبايل من إيده ويبص على التلفزيون ويركز في البرنامج اللي شغال. في اللحظة اللي عمل فيها كده هو تحول من هيرنج إلى ليسننج. هو نفس مصدر الصوت، لكن النية والتركيز اختلفوا تماما. ودلوقتي وصلنا للخلاصة السحرية، الأداة البسيطة اللي هتخلي أي حد يختار الكلمة الصح كل مرة من غير أي لخبطة خالص. الحكاية كلها واللخبطة دي كلها بتتلخص في سؤال واحد بس، سؤال بسيط نسأله لنفسنا قبل ما نختار الكلمة. السؤال هو: هل الصوت وصل للودن لوحده من غير قصد؟ لو الإجابة يبقى نستخدم هير. طيب هل في تركيز ونية للاستماع للصوت ده؟ لو الإجابة يبقى لازم نستخدم listen وما ننساش معاها to. القاعدة دي بسيطة جدا لكنها فعالة بشكل لا يصدق. ودلوقتي بعد ما الفرق بين السمع العابر والاستماع المركز بقى واضح، ده يخلينا نفكر في سؤال أعمق شوية. في زحمة الأصوات اللي حوالينا كل يوم، يا ترى إيه هي الأصوات اللي تستاهل فعلا إننا نختار نديها تركيزنا ونقرر إننا نعمل لها listen بجد؟